لورد اللي هو كان ماسك وزير خارجية الظل في حكومة المحافظين. فكانوا هم متأثرين بالدعاية الإسرائيلية والأمن الإسرائيلي. قمت أنا بقول له يعني مفروض ان احنا اللي نكون قلقين، لان اسرائيل هي الاقوى عسكريا وهي اللي هاجمتنا اكثر من مره وهي كذا كذا. امراض قال ايه جنرال، الكلام ده كله كان ممكن يتقال قبل 6 اكتوبر، قبل اكتوبر. انما انتم اثبتوا انكم في اكتوبر تقدروا تعملوا حاجات كتيره ما كانش حد متخيل ان ايه انكم تقدروا تعملوها. فده يوري لك تاثير حرب اكتوبر على الايه، على الرؤيه العمل الدبلوماسي عمل مرن سياسه، والعمل العسكري عمل واضح المعالم. كيف استطعت أن توازن ما بين هذين الجانبين؟ بالعكس أنا نظرت للموضوع على إنها بقى إيه، أصبحت في فترة أجازة. الأجازات اللي ما خدتهاش في القوات المسلحة كلها قلت أخدها وأطلع رحلة صيد في اسكتلندا، وأطلع رحلة صيد في ويلز والحتت دي. فكنت يعني بستمتع بإيه، بهذه العملية. انتقلت سفير في البرتغال في خلال سنوات 76 77 78. هل اختلف عملك الدبلوماسي في البرتغال عن العمل اللي كنت بتقوم به طبعا في بريطانيا، والآن أصبحت بقى تعيش دور الدبلوماسي أو السفير بدل دور رئيس الأركان الذي كان من قبل؟ طبعا الخلاف، الشغل في لشبونة غير الشغل في لندن، لأن لندن مركز كبير جدا، وتعتبر قد تدهش إن إيه عدد الدبلوماسيين المصريين في لندن هي أكبر بعثة في العالم. يعني حتى واشنطن وموسكو عدد الدبلوماسيين وعدد الاستاف اللي موجودين في لندن يفوق ما هو في ايه، ربما كثير من الدول العربية بنفس الوضع يعني. يجوز نعم. الارتباط الثقافي والارتباط كذا. وبعدين لندن مزار لجميع الايه الزعامات العربية. فما كانش فيه اي واحد زعيم عربي يوصل لندن الا لما يحب يزور فريق سعد الشاذلي ده بتاع اكتوبر وبتاع كذا كذا كذا. فكان ليا نشاط، كان ليا نشاط سياسي وتأثيري. يعني طلعت مثلا في خلال سنة واحدة قعدتها في لندن على التلفزيون البريطاني بتاع 4 5 مرات. كتبت أكثر من 5 6 مقالات في التايمز وفي المجلات، حديث في الراديو. فكان ليا نشاط شديد. هم اللي بيجروا ورايا مش أنا اللي بجري وراهم. نعم. وسائل الإعلام يعني. في كثير من الحالات دي كان بيعتبر فيه نقد غير مباشر لسياسة السادات وسياسة. أنا كنت عايز أسألك عن كده يعني. كان فيه خلافك مع الرئيس السادات هل طغى على كثير طبعا، أو بدأ يظهر في تلك المرحلة؟ بدأ يظهر واستدعيت من لندن في حوالي شهر أغسطس 74. يعني كان لسه بقاليش للتحقيق معي في محاضرة قلتها في الايه المركز الثقافي المصري. انتقدت ايه او كان خلافك الرئيسي ايه؟ خلافي الرئيسي ايه؟ انا بتكلم كراجل محاضر، المستمعين كلهم ناس بوست جراديوتس، كلهم خريجي جامعات ويعملوا دكتوراه وبيعملوا حاجات. كلهم هيكونوا زعماء البلاد العربية بعد 10 سنين مثلا ولا 15 سنة. فبيتكلموا عن حرب اكتوبر. فمثلا أرد دون ذكر السادات، هناك من يقول إن إحنا خدنا إيه من العرب، والعرب كانوا عبء علينا وتكلفنا في الحروب بتاعتنا أموال كثيرة وشهداء كثيرة. يعني بشكل غير مباشر كنت تنتقد؟ بشكل مباشر، اللي هو رأي الإيه؟ رئيس السادات، اللي هو رأي السادات. وأنا شايف إن هذا الرأي خطأ، لأن مصر قوتها من قوة العرب، بتزداد قوة بالعرب، والعرب بيزدادوا قوة من إيه؟ بمصر. من مصر. وانتم مطالبين بانكم انتم لما ترجعوا الى بلادكم لازم تاثروا على ايه القيادات السياسيه الموجوده، علشان لازم تكون مصر والبلاد العربيه وحده واحده. يجي على الكلام بتاع الايه السوفيت ما كانوش بيدونا حاجه، واحنا اللي عملنا الكباري كلها اللي عدى عليها القوات المسلحه. اقول لك هناك من يقول ان مصر عملت الايه، يعني على مذهب ما بال اقوام، وكنت تعني الرئيس، وكان هذا الكلام بيصله طبعا، فبدا الخلاف يتصاعد طبعا. في سنه 78 وصل الخلاف الى الذروه. أيوه. حينما اعلن الرئيس السادات عن ذهابه الى القدس. يمكن ان تضع لنا في نقاط ما هي المحاور الرئيسيه للخلاف بينك وبين الرئيس السادات؟ لا، محاور كثيره. السياسه كلها، يعني انا لا موافق على السياسه الخارجيه، ولا موافق على السياسه الاقتصاديه، ولا موافق على السياسة العسكرية. كله يبقى ما فيش وقت. لكن الطريق الذي اخترته من الذهاب إلى الجزائر في 19 يونيو 78 و
اتخاذ الجزائر منبر للهجوم على مصر وعلى لا لا لا، ستوب. ما تقولش على الهجوم على مصر. يجب أن نفرق بين مصر وبين حاكم مصر أو حكومة مصر. مصر فوق الجميع، وليس لأحد أن يدعي أنه هو مصر. الكلام ده راح زمان من أيام لوي كاتورز لما بيقول لك للتا موا. أبدا. مصر لا، يقطع لسان من يهاجم مصر، ولكن الحكومات متغيرة، ومن حق الواحد أن يبدي رأيه في سياسة الحكومة. إبداء الرأي يعني شيء والهجوم شيء آخر. الهجوم، ما الفرق؟ احنا للأسف الشديد في البلاد العربية لسه لم نتعود أن نستمع إلى الرأي الآخر. افتح يا أخي الإذاعات البريطانية والأمريكية اللي احنا بنتخذهم إن دول قمة الديمقراطية واللي عايزين نقلدهم، وتشوفهم إزاي بيهاجموا رؤساء الحكومات بتاعتهم. إسرائيل العدو، شوفهم بيهاجموا نتنياهو إزاي. خدت بالك؟ احنا عايزين نفرق بين الحاكم والحكومة وبين الدولة. الدولة شيء ثابت وكلنا ولائنا لها مطلق، أما الحاكم والحكومة فقد نختلف. سعادة الفريق، لماذا اخترت الجزائر دونا عن أي دولة أخرى؟ والله الجزائر الناس الحكام فيها كانوا هم الجيل الذي قام بالثورة، والجيل الثائر يستطيع أن يقدر الثوار نفسهم. فبعكس لو انقضى هذا الجيل وبيجي جيل تاني زي مثلا جيل ثورة 23 يوليو، طول ما هو في الحكم يبقى موقع اتجاه مصر شيء تاني. لما يجي الجيل التاني اللي بعد منه اللي لم يساهم واللي استفاد من الثورة بيبقى توجهاته مختلفة. كيف اتخذت القرار وأنت سفير ممثل لدولة في البرتغال لمصر في البرتغال؟ كيف اتخذت القرار بترك منصبك والذهاب كلاجئ سياسي أو في منفى اختياري حددته لتهاجم سياسة الحكومة أو الرئيس في ذلك الوقت؟ أيوة. هذا القرار كان سهل إنك تتخذه؟ شوف، هو طبعا مسألة سهل وصعب ده طبقا للقناعات بتاعتك. قناعاتك كانت فردية بحتة؟ طبعا قناعاتي فردية. مين يعني لم يكن هناك أحد بيتفق معك في هذه الآراء وبيوافقك وفكرتم أنكم تقوموا لا 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 لا, لا. أنا شخص بعتز بحريتي واستقلاليتي في ان انا اتخذ القرار المناسب. انا دلوقتي يهمني ان انا ارضي ضميري وارضي واخدم وطني ولا اغضب الله. يعني الولاء لله الاول. لمن يكون السؤال، علشان اجيب لك على هذا السؤال، لمن يكون الولاء؟ هل الولاء للدولة ام للحاكم؟ وهل الولاء لله قبل الوطن ولا بعد الوطن؟ انا بحط الولاء لله على طول نمرة واحد، الولاء للدولة، ثم بعد ذلك اختلف مع اي واحد تاني في البتاع. فانا كان ولائي الاول ضميري، واني لا اغضب الله بان انا اقول كلمة كذب احاسب عليها يوم القيامة. لماذا رفضت عملية السلام؟ ويعني كان بينظر لها على انها يعني ستخلص مصر من حالة الحرب الدائمة وستكون مرحلة جديدة. اي سلام؟ أصل السلام لازم يكون بين ندين، والسلام يكون على أساس تنازل. لما يكون فيه توازن بين القوى يبقى فيه تنازل من هذا الطرف تجاه هذا الطرف. إنما نحن لم نحصل على السلام. سيناء ما زالت منزوعة السلاح، في قوات محدودة مصرح بها داخل سيناء. غير مسموح بأن يكون لنا طائرات أو مطار حربي داخل سيناء. غير مسموح لنا أن يكون لنا دفاع جوي صاروخي. الدفاع الجوي اللي هو بيعذب إسرائيل وبيخوفها ممنوع من من دخول سيناء. فيبقى هذه القوات ما قيمة هذه القوات؟ قوات تعتبر رهينة يعني. ولكن السلم الحقيقي هو ألا أفقد حريتي في اتخاذ القرار. إنما لما يجي النهاردة تبص تلاقي القرارات السياسية بتاعتنا تكاد تكون تابعة لأمريكا. بقول تكاد علشان يعني ما أقولش تابعة 100%. تكاد تكون تابعة لأمريكا. أنت اتهمت سعادة الفريق بأنك أفشيت الأسرار العسكرية للدولة من خلال الكتب التي أصدرتها ومن خلال المحاضرات واللقاءات والندوات التي أقمتها بعد خلافك مع الرئيس. أما تعتقد أن كان خلافك مع الرئيس شيء و يعني تهمة إفشاء الأسرار العسكرية أو القيام بإفشاء أسرار عسكرية، إن كان ذلك واقعا، شيء آخر كان يجب أن تفرق ما بين الاثنين؟ أولا نمسك على تهمة إفشاء أسرار.
أنا بحتكم إلى الشعب العربي وأحتكم